عارفين ان العذراء خلت 12 فدان ارض يطلعوا نبات غريب؟ أثناء ما العائلة المقدسة موجودة في مصر راحوا على المطرية، وهناك قررت العائلة المقدسة إنها هترتاح تحت شجرة، وساعتها قررت أمنا العذراء إنها زي أي أم هتحمي ابنها، وفعلا حمت أمنا العذراء السيد المسيح، ولكن بعدها اتبقى مية من اللي استحمى بيها السيد المسيح، فحاولت أمنا العذراء إنها تتخلص من المية دي، ولكن رفض أهل المكان ووبخوها، فمسكت أمنا العذراء المية دي وراحت رشها على الأرض، وفورا بدأ يطلع نبات غريب جدا وريحته كانت في منتهى الجمال، والنبات ده اسمه البلسم، وانتشر النبات ده حوالين الشجرة في كل مكان. وبيأكد لنا أبو المكارم واحد من أهم المؤرخين المسيحيين إن مساحة الأرض اللي طلع فيها النبات ده كانت 12 فدان، كلهم كانوا بلسم وريحتهم جميلة جدا، وكانوا موجودين حوالين شجرة مريم، والنبات ده ما كانش موجود في أي مكان تاني في العالم إلا في المكان ده وبس. فبدأ ملوك كتير يحاولوا ياخدوا البلسم ده ويزرعوه في جنينة بيتهم، ولكن ساعتها الزرعة كانت بتدبل وتموت، وده لأن الزرعة دي بتتغذى على مية البير اللي طلعه السيد المسيح بنفسه. ومع الوقت فضلت مساحة البلسم تقل لحد ما وصل في القرن ال13 انهم بقوا 7 فدان بس، لحد ما جه النهارده وما بقاش في شجرة بلسم، واللي اتبقى هي شجرة مريم وبس. والبلسم ده حاجة عجيبة جدا لانه بيستخدم اننا نعمل بيه زيت الميرون، وكمان بيستخدم في الادوية والعلاج، فليه قدرات شفائية عجيبة. والنبات ده كان نادر جدا، والملوك كانوا بيهدوه لبعض، وعلشان يشتروه كانوا بيدفعوا وزنه ذهب. والنبات ده ما كانش موجود في اي مكان في العالم الا في مصر، وتحديدا في الحته اللي زارتها النور. فامنا العذراء مليانه اسرار، ولسه فيه اسرار اكتر. ودلوقتي هتقدروا تسمعونا وتصلوا وتقروا كل الصلوات على تطبيق خلوه، اقوى تطبيق مسيحي بنعمه ربنا، واللي هتلاقوا فيه كل حاجه تتخيلوها وهتحتاجوها، والتطبيق هيكون متاح بعد صيام العذراء. استعد.